بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة السنة الغراء، نتمنى لكم كل خير. قبل البداية لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك منا كل جديد. والآن أتركك مع بداية الحلقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، معاشر المسلمين، إنكم في خير ليالي العشر، إنكم في ليالي العشر الأواخر من رمضان، هي خير ليالي السنة، فعليكم الاجتهاد معاشر الإخوة المسلمين بالتوبة النصوحة، وعليكم الاجتهاد واغتنام الفرصة قبل فوات الأوان. ربما الواحد يدرك ليلة 27 ولا يدرك ليلة 28، فهكذا لا يطيل أملك في الدنيا، فلله الآخرة والأولى. معاشر المسلمين، هذه الدنيا مهما طالت فإنها قصيرة، وهي جهاد. إن لم تصبر وتجاهد نفسك فإنك لا تستطيع حين ذا أن تتهجد بالليل، وأن تقوم صيام، وأن تصوم بالنهار وتقوم الليالي، وخاصة فيما تبقى من قل أيام شهر رمضان. وعليكم أيها الإخوة المسلمون اجتناب سماع الأغاني، وعليكم اجتناب الغيبة والنميمة، واتقوا الله، وكذلك استمروا في الطاعات حتى بعد رمضان. لا يجوز للإنسان أن يجتهد في رمضان وأن يترك الطاعات والقربات إلى الله بعد رمضان، فالعلامة الفوزان يقول بأنها توبة غير صادقة، أي يعني توبة غير صحيحة. فلماذا معاشر المسلمين الواحد يجتهد في رمضان ويترك ما بعد رمضان؟ ألست ترى أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في ال6 أشهر التي هي قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، وال6 التي بعده أن يسألونه أن يتقبل منهم؟ فمن نحن معاشر المسلمين؟ عليكم التوبة والالتجاء إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. معاشر المسلمين، هذه الدنيا وهكذا حالها، فتن وشرور تقلبات، ولكن الكيس الفطن من يثبت بدينه. وفي ذلك الزمان الذي القابض على دينه كالقابض على الجمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها الكافر شربة ماء. كيف ترون ذلك معاشر المسلمين؟ نحن وإياكم وجميع ما في الكون سيفنى، ويبقى رب العزة والجلال. سيحاسب كل إنسان بنفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لا ينفعك حينئذ لا مال ولا بنون ولا زوجة ولا أخي ولا خليل ولا غير ذلك، وإنما عملك، إن كان صالحا فهنيئا، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون مثل ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. انظروا إلى هذا الحديث: لو تعلمون مثل ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. واعلموا أن الزمان قد اقترب، وأن أكثر علامات الساعة قد ظهرت، فنسأل الله لنا ولكم الثبات، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يوفقهم وأن يسددهم. وختاما أيها الإخوة، للذي داخل المملكة العربية السعودية، أدعوكم للتبرع في جمعية البر الخيرية في منطقة مكة المكرمة، لأن هذه الجمعية الطيبة توزع الإفطار للصائمين في الحرم المكي الشريف. فلله ما أجمل خدماتكم يا أيها الإخوة في المملكة العربية السعودية. حفظكم الله وسددكم، وجعل الله ما تقدمون في ميزان حسناتكم. قل للخوارج والروافض كلهم:
ألست ترون أن هذه الخدمات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لا تقوم أنتم بنصفها، لا تقومون بثلثها، لا تقومون بربعها، لا تقومون بقدر الشعرة من ما تقوم به المملكة العربية السعودية؟ لا أقولها تعظيما وإنما هي الحقيقة، فالموت حق والحقيقة مرة. ولذلك أدعو جميع الإخوة الذين هم داخل المملكة، ولكن والله لا أدري هل المجال مفتوح حتى للإخوة في الخارج. المهم عليكم أن تتواصلوا مع جمعية البر بمنطقة مكة المكرمة من خلال منصة إكس، فتكتبوا في البحث جمعية البر بمنطقة مكة المكرمة بركم، ونرجو منكم أن تتبرعوا لهذه الجمعية. في صراحة الأمر ليس لي علاقة بها وليس يعني من أهلها، وإنما أنا كذلك لا أسكن في المملكة، ولكن الدال على الخير كفاعله، وأجر الصائم إذا أفطرته لك أجره، يعني لك أجر صيام الصائم، غير أنه لا ينقص منه شيئا. فنسأل الله سبحانه أن يوفق المملكة وأن يعينها على خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظهم وأن يجعلها موئلا للأمن ومنارا للسنة، إنه هو العليم الحكيم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.